السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللي في ترند كده ماشي اليومين دول اسمه المكشكشة، والعلبة منها ب450 جنيه. ليه؟ انا عايزة اعرف ليه. انا كل اللي كلفني 35 جنيه ويمكن اقل كمان. تابع معايا الفيديو للاخر وهتعرفي ازاي انا عملتها. وما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم من قناتي كل جديد. اول حاجه هنسمي الله وهنبدا نعمل الشربات بتاعنا. الشربات بتاعنا بيبقى كوبايه من السكر، عليها كوبايه من الميه، عليها عصره ليمون وظرف من الفانيليا. بيقعد 10 دقايق على النار وبيبقى دافي عشان نسقي بيه المكشكشه القمر بتاعتنا. بعد كده هنعمل بقى ايه المهلبية اللي هتتحشي بيها المكشكشة. معايا هنا نص كيلو من اللبن الحليب، عليهم 3 معالق من النشا، وهبدأ اقلب بقى على البارد كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بس احط عليها نص معلقة من السكر، مجرد بس تطعيمة بسيطة هتبقى زي الفل. هنبدأ بقى، عايزة مثلا انا لونها يبقى ايه اصفر سنة كده، ممكن تستبدلي النشا ب اللهم صل على النبي بالكاستر، بودرة الكاستر برضو 3 معالق. بعد ما قلبناها كويس جدا جدا على البارد والنشا كلها فكت، هبدأ ابقى اطلعها على النار لحد ما تتقل معايا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. ونعرف ازاي انها تقلت. هبدأ احط فيها المعلقة واعمل خط من النص كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا. ولو الخط ده رجع يبقى احنا لسه المهلبية بتاعتنا لا مش جاهزة. لو الخط زي ما هو تمام كده يبقى خلاص كده المهلبية بتاعتنا جاهزة وزي الفل. بعد كده هنبدأ بقى نجيب، انا معايا لفة جلاش، هبدأ اقسمها نصين. النص الاولاني هحطها في الصينيه من تحت، والنص التاني هيبقى مكشكش بالويم كده بعينيكي. هبدا اقسم اللفه، والنص اللي انا هكشكشه لازم يبقى طري عشان ما ينشفش مني، فحطيته لفيته في قماشه. بعد كده معايا هنا طبعا السمنه، دهنت الصينيه بتاعتي دهنتين كده سمنه حلوين. هبدا بقى اخد كل ورقتين ورقتين واحطها في الصينيه، وبين كل ورقتين ورقتين هبدأ هدهن برضو دهن السمنة كده حلوة زي ما انتوا شايفين. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. طول ما احنا واقفين كده في المطبخ نصلي على النبي ونذكر الله، وان شاء الله باذن الله ربنا يعيد علينا وعليكم الايام بخير. ورمضان اهو بيقول مع السلامه. وهنعمل بعد كده المهلبيه، هنبدا نحطها بقى كده في النص بعد ما خلصنا الكميه كلها. وهنوزعها بقى توزيعه كده حلوه. خلي بالك ما يجيش على الحواف عشان ما تتحروقش منك، ويبقى لسه الجلاشه او المكشكشه بتاعتنا ما استوتش. بعد كده هبدأ بقى اكشكش الباقي الجلاش اللي معايا. زي ما انتوا هتبقوا تشوفوا كده بدأت اجيب بقى ورقة ورقة واكشكشها كده زي ما انتوا شايفين، زي المروحة كده اللي كنا بنعملها واحنا صغيرين في المدرسة. بدأت بقى اكشكش كده واحطها بالعرض في الصينية، واحدة واحدة بقى كده يا حبايب قلبي لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. بس كده انا كده يعتبر خلصت المكشكشه، حاجه كده بمنتهى الجمال، طلعت حلوه جدا جدا. التسويه بقى بتاعتها نحطها بقى في الفرن لحد ما تاخد لون من تحت وتستوي، وبعد كده هتتحط فوق تاخد من الشوايه لون. والشربات بتاعنا خلاص كده خلص. وهبدا بقى كده طلعت بسم الله ما شاء الله، لونها تحفه يا جماعه. والله الطعم مش عارفه اقول لكم حاجه كده في منتهى الجمال. بعد كده هنبدا بقى نسقيها. هي كانت طالعه المكشكشه سخنه من الفرن، والشربات بتاعي يعني يعتبر دافي او هدي خالص معايا. هنبدا بقى نسقي بيه المكشكشه بتاعتنا يا حبايب قلبي ونظبطها كده. وهنبدا بعد كده بقى بعد كده بقى يا حبايب قلبي هنبدأ بقى نقطع في المكشكشة بتاعتنا. بجد يا جماعة تستاهل التجربة. ومش يعني هي خدت الترند والضجة الجامدة، فعلا طعمها حلو جدا، وهتجربوها بالطريقة دي. حلوة جدا جدا وسهلة، وان شاء الله بإذن الله تجربوها وتطلع معاكم حلوة زي ما طلعت معايا يا حبايب قلبي.
ان شاء الله يا حبايب قلبي تعملوها وتطلع منكم زي العسل زي ما طلعت معايا. حاجه كده في منتهى الجمال، طريه جدا، حلوه، ومش خساره فيها الترند اللي طالع. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير وبالف هنا وشفا على قلبكم.